قبل ما تقوم من كرسيك سنة 1967 كانت مصر جاهزة للحرب وكل الشعب واثق إن النصر قرب. وبعد كام ساعة اتبدل كل شيء في ضربة جوية واحدة. هحكي لك القصة كاملة في 3 دقايق، من الانهيار للانتصار ومن الذل للكرامة. في بدايات 1967 مصر كانت في حالة طوارئ، وحشدت جيش ضخم على حدود سيناء. على الأرض قوات هائلة، وفي السماء حوالي 400 طائرة جاهزة، والشعب كله متحمس وواثق بعد تجربة العدوان الثلاثي قبل كده. الناس كانت بتسأل امتى هنهاجم إسرائيل، بس قبل فجر 5 يونيو جت الضربة اللي قلبت اللعبة. 180 طيارة إسرائيلية طلعت فجأة على ارتفاع منخفض علشان تفلت من الرادارات، وفي ساعتين ونص تم تدمير حوالي 350 طيارة مصرية وهدمت 20 مطار، ضربت كتير منها واحنا لسه على الأرض. يعني سلاح الجو اتشال من المعادلة، وجيشنا الضخم فضل مكشوف في سيناء من غير غطاء جوي، والنتيجة كانت انهيار سريع. قوات العدو دخلت سيناء وسيطرت لحد قناة السويس، وفي نفس اللحظة نفذوا ضربات ضد سوريا والأردن وكسبوا مواقف استراتيجية بسرعة. العرب حسوا بهزيمة ساحقة، آلاف القتلى، آلاف الأسرى، ومرارة كبيرة في الشارع المصري. بس بعد 6 سنين، في يوم 6 أكتوبر، يوم الغفران عند الإسرائيليين ورمضان عند المصريين، حصلت نقطة تحول. الجيش المصري جهز مفاجأة كاملة، خطة عبور للقناة وهجمات منسقة مع سوريا. بدت العملية وكأنها عاصفة جوية مصرية واختراقات عبر القناة، والفرق الأولى من المشاة دخلت سيناء بمخاطرة رهيبة واجتازوا خط بارليف. وكل ده قبل وصول المعدات التقيلة. المهندسين نفذوا فكرة الخراطيم والجسور العائمة وعبروا بالدبابات والمدرعات خلال ساعات. الجيش المصري سيطر على أرض كبيرة ودمرت كتير من دفاعات العدو، وده بتزامن مع هجمات سورية ناجحة. الجو اتحول لرعب داخل إسرائيل، ومع دعم عربي واسع الموجة اتبدلت. في الأيام اللي بعدها المعركة اتقلبت مرات ومرات بين تقدم وتراجع، لكن العزيمة المصرية رجعت شعور الكرامة للشعب. رغم التعقيدات الدولية والضغط العالمي، النتيجة كانت إن مصر رجعت سيناء في اتفاقيات لاحقة، وبقت ذكرى 6 أكتوبر عيد للنصر والعزة. الخلاصة، بعد هزيمة مؤلمة كان في قدرة على التعلم والتخطيط والمفاجأة اللي رجعت الكرامة. والدرس إن القوة مش بس أسلحة، لكن نفس وجهاد وذكاء وتضحيات. ولو حسيت بالقشعريرة من القصة، دوس لايك وشارك الفيديو مع حد بتحبه، واكتب لي في التعليقات ايه أول حاجة عجبتك في عبور القناة وحرب 6 أكتوبر. ولو حابب تضيف حاجة عن حرب 6 أكتوبر فالموضوع مفتوح في التعليقات.